هلا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا بفيديو جديد ووصفه جديده. قبل ما نبلش لا تنسون الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد. هنا راح نسوي مربى اليقطين او حلاوه اليقطين. فاول شي جبنا لنا يقطينه وقطعناها، وزنها تقريبا كيلوين، وراح اخلي هنا 3 ملاعق نشا وعليهن لتر مي. طبعا انا قطعته وغسلته مكعبات مثل ما شفتوا بداية الفيديو. راح اخلي اليقطين بداخل المي والنشا لمدة 24 ساعة على مود ينطينا اللون الشفاف. بعض الدول او اكثر الدول اللي هي سوريا يخلون كلس او هيك شي اسمه، يعني مادة يجيبوها مال بناء ويخلوها. انا ما حبيتها لانه هو قريت عنها قالوا مو صحية، همين ينقعوا بيها 24 ساعة. هنا بعد 24 ساعة غسلته غسل زين من النشا وصفيته. راح اخلي تقريبا لترين مي، وراح اخلي عليهم كيلو شكر. طبعا المي الشكر حسب الرغبة. ومن بعدها راح اخلي القرع او اليقطين، ما اعرف له هواي اسماء. وراح اخليه فور. هنا بعد ما فار راح اخلي عليه شوية دارسين اعواد، طبعا اللي يحب يخلي هيل، وخليت ليمون. وراح اغطيه اعيفه تقريبا من 2.5 الى 3 ساعات على نار ناصية لحد ما ينطينا اللون الشفاف بالاخير. وانصحكم تجربوها، هي تنوكل مثل الحلو، يعني كأنه مثل الحلاوة، ونفس الوقت تقدرون تاكلوها كأنه مربى. انا جربتها هواية من قبل وعجبتني فحبيت انزل لكم اياها. حلوة للي يريد يحلي او هيجي، وشي جديد وغريب وطيب بالشتاء. لان هذه ما اعرف هي فاكهة، ما اعرف انه تكون هذا اليقطين يكون متوفر هواية بالشتاء لأن الموسم مالته. فلهنا حبايبي ينتهي الفيديو مالتنا. أريد دعمكم للقناة ولا تنسون الاشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد. وأقول لكم إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وفي أمان الله ورعايته.